99% من الناس اللي احبطوك واللي بيحبطوك واللي هيحبطوك مع الاسف اقل منك علميا ماديا وكل حاجه. انا قسما بالله عمري في حياتي ما قعدت مع شخص اغنى مني وانجح اكتر مني واداني اي طاقه سلبيه. والله العظيم يا جماعه من كام يوم كنت قاعد مع واحد صديقي، بسم الله ما شاء الله، عمل مبيعات باكتر من 100 مليون دولار. انت متخيل الرقم؟ هو صديق وفي نفس الوقت منتور. والله يا جماعه مفيش حد فعلا فعلا ناجح بجد وفعلا فعلا حقق حاجات وانجازات كبيره جدا وبيديك اي طاقه سلبيه او بيحبطك او بيحسسك ان انت اللي انت بتفكر فيه او اللي انت عاوز تعمله او ان الكلام ده عبط واللي هو ركز في حياتك. والله والله مفيش حد مع الاسف بيشدك لتحت وبيتمنى لك الشر، ومع الاسف محبط وغلاوي وحقود وفعلا فعلا كل ما كده تكلمه فاهم يديك طاقه سلبيه وحاجه تقرف، الا والشخص ده اؤكد لك ان هو اقل منك مليون في المية. بص يا ابني، انا والله العظيم ما جيتش من فلوس، تمام؟ وابويا موظف عادي جدا واهلي فوق راسي، تمام؟ انا مش هطلع واقول لك بقى ابويا وامي والكلام فاهم بتاع الناس اللي هو ايه، فاهم، كنت عايش في علبة التونة والعبط ده، فاهم؟ ولكن بكل بساطة فهمت ان خلاص والدي ووالدتي مش هيقدروا ان هم يوفروا لي الحياة اللي انا بحلم بيها، الحياة اللي انا نفسي فيها. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ان انا ببساطة لازم اعمل حاجة مختلفة. ما هو انت يا ابني لو انت ماشي زي بقية الناس هتوصل لنفس الحاجة اللي بقية الناس وصلت لها. فانت لازم تفهم النقطة دي. فاول حاجة لازم تفهمها ان انت عقليتك والمايند سيت بتاعك وايمانك بربنا وبعديها ايمانك بنفسك حاجة مهمة جدا جدا جدا. بص سيبك من اي حاجة، ده اهم حاجة. اهم حاجة ان انت تبقى فعلا شايف نفسك ان انت هتوصل، انت شايف نفسك في حتة مختلفة تماما. بعديها ببساطه لازم تشتغل على الانضباط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ما ينفعش تعمل الحاجه بناء على هواك ومزاجك، تمام؟ يعني امبارح كنت عامل فيديو كنت بتكلم فيه وبقول ان 50% من الناس اللي عايشين على الكوكب ستات. فلو واحده سابتك او لو واحده نفضت لك طز فيها وكمل على نفسك وعلى شغلك وعلى اهدافك. ليه؟ لان ببساطه البحر مليان سمك. طيب ازاي الانضباط هيساعدك في الموضوع ده؟ الانضباط ببساطه ان انت هي وحشاك وانت عاوز تكلمها، بس انت عشان انت ببساطة عندك اهداف وحطيتها لنفسك وكتبت انت هتعمل ايه، فانت ملتزم بالاهداف دي، فانت منضبط، فانت مش مشاعر هي اللي هتوديك وتجيبك، فاهم؟ ومع الاسف السبب الرئيسي ان الناس بقت ماشية تبع مودها او تبع مشاعرها ان انت في اقل من دقيقة بتشوف فيديو بيبكيك، فيديو بيضحكك، فيديو ساخر، فيديو عن السياسة، فيديو عن الضحك، فاهم؟ فانت اصلا دماغك مع الاسف من كتر ما انت بتشوف فيديوهات قصيرة اللي هي الريلز، انت مع الاسف ما بقتش حتى عندك القدرة في التحكم في عقلك، فاهم؟ وانا يا سيدي مش بقول لك ان انت فاشل ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا بقول لك ان انا احسن منك، انا بس بقول لك، وده يا جماعه رسالتي وهدفي، ان قسما بالله في فلوس كتير قوي 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 في مصر وفي الوطن العربي. وانا والله العظيم عارف انا بقول لك ايه، واقول لك على الكبيره. ودي على فكره صلاح ابو المجد قالها قبل كده، فكره ان النجاح في مصر اسهل. انا بقى واحد نجحت بره مصر وجوه مصر، فتحت بيزنس جوه مصر وفتحت بيزنس بره مصر، وعشت في الدوله دي وعشت في دوله مختلفه، عشت في مصر وعشت في كندا. انا بقول لك النجاح في مصر اسهل بكتير بكتير. ثانيه واحده بس عشان ايه؟ تمام، بيسجل، خفت ان هو ما يكونش بيسجل. ليه النجاح في مصر اسهل بكتير؟ اقول لك ليه. لان انت ما عندكش منافسه، والمنافسين بتوعك مع الاسف ما عندهمش اي نوع من انواع الكرياتيفيتي. والله العظيم زي ما بقول لك كده يا جماعه، النجاح بره مصر اقسم بالله العظيم موت، صعب بشكل، لان انت عندك كميه ناس فاهمه اللعبه وفاهمين ازاي يتعلموا وفاهمين ان هم ازاي يطوروا نفسهم وفاهمين حاجات كتيره قوي 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 قوي. لكن انت عندك في مصر وعندك في الوطن العربي، واتمنى الناس تفهم كلامي صح، المنافسه مش موجوده، مش عشان المصريين ولا العرب عندهم حاجه في مخهم او مش اذكياء، لا، بس عشان احنا شعب مصري وشعوب عربيه كسله. يعني ايه كسله؟ يعني احنا ببساطه اسباب كتيره بسببها مع الاسف
خلت الشعب المصري والشعوب العربيه كده، ولكن بتيجي من نشأتنا شويه. يعني من الاخر كده احنا مش متعودين على فكره ان انت تتعلم حاجه لوحدك. انت متعود ان حد فاهم ياكلك في بقك، يجيب لك المعلومه حد عندك. اللي هو مثلا واحد بيسالني هو انا ازاي اكسب فلوس؟ طب ما تكتب كده على جوجل. احنا عايشين في 2025 مش عارف تكتب على جوجل هاو تو ميك ماني اونلاين؟ فاهم؟ فهي دي المشكله يا جماعه. فبالله عليك ركز، بالله عليك افهم ان انت مش عشان عايش في مصر ولا عشان عايش في دوله عربيه فانت خلاص اتكتب عليك انك تموت وتعيش بالخرا اللي انت عايش فيه ولا الجحيم اللي انت عايش فيه ده. اتمنى ان انت تكون فاهم يا حماده ان اخوك الكبير اقسم بالله العظيم خايف عليك. واتمنى ان انت بجد بجد توعد نفسك وتوفي السنه دي. مش زي كل سنه بتوعد وما توفيش. واذا انت يا سيدي مش عارف تبدا منين، عندك مكانين. اول مكان عندك اليوتيوب كل حاجه ببلاش. تاني مكان وهو ده اللي انا شغال عليه دلوقتي، جامعه اونلاين انا باسسها عشان التعليم في مصر وفي كل الدول مع الاسف مش كويس. فكل الدول، عشان ما حدش يقول لي يعني ايه التعليم في مصر مش كويس، التعليم في كل الدول مع الاسف. وهعمل لكم فيديو طويل على الموضوع ده. جامعه اسمها ماني لاب يونيفرسيتي، بكل بساطه في مجتمع مجاني عليه كورسات وعليه احنا بنخش لايف كولز كل شهر مرتين، تيجي تسال اسئلتك كل الكلام ده. الحمد لله لسه بيسجل تاني. تيجي تسال اسئلتك وكل الكلام ده. فهتلاقي اللينك في البايو او اللينك في الديسكربشن على حسب الفيديو ده هينزل على ايه. ويا جماعه اتمنى لكم كل خير. مع الاسف يا جماعه التليفون سخن تاني. المهم كنت بقول لكم ربنا يا رب يوفقكم ويرزقكم. واذا انت فعلا شخص من جواك كويس وفعلا فعلا هدفك ان انت لما تغتني ان انت تحسن حياتك وتحسن حياه اهلك وتحسن حياه صحابك والمجتمع وكل الكلام ده، واذا ربنا طبعا الاعلم بكل حاجه شايف ان ده خير ليك وان ده اصح ليك، فباذن الله ربنا هيكرمك ويرزقك. خليكم يا جماعه دايما فاكرين ان السعي علينا ولكن النتيجه على ربنا. بمعنى ان انت المفروض تعمل كل ما في وسعك طالما انت بتعمل حاجه حلال شريفه، طالما انت ما بتاذيش حد فالمفروض ما تخافش. وانا اؤكد لك ان السعي والانضباط والعمل بجد فعلا وصدق وامانه وان انت تبقى شخص كده متفائل وكل الكلام ده يا سيدي، حتى اذا انت ما اغتنتش، اذا انت حياتك ما اتحسنتش، على الاقل حياتك هتبقى احسن من انت تكون واحد كسول ماشي على هواك بتعمل اللي انت شايفه اعمل ده ولا ما اعملش ده. صدقني لما يكون عندك انضباط، لما يكون عندك فعلا صدق وامانه وبتحب الخير لغيرك ومتفائل كده بالدنيا، حياتك هتبقى احسن بكتير. انا اسمي طاهر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.